السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءك وردة رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كله يكون بخير وبأفضل حال. فيديو جديد معاكم أخوكم أحمد مصري. قبل ما نبدأ الفيديو يا رجالة وقبل كل شيء نصلي على النبي. لو أول مرة بتشوفنا اعمل اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك. الاشتراك يا رجالة على فكرة الاشتراك ببلاش، دوسة كده بالصباع ده، شايف الصباع ده؟ هتخش بيه الجنة إن شاء الله لو مشتركتش. لو عجبك الفيديو اللايك برضه بنفس الصباع. بصوا يا رجاله، بسم الله نبدا الفيديو. اولا عايز اتكلم على حاله موجوده في الغيه المصريه، وهي الناس اللي بتنش حمام غزار والناس اللي بتنش استراليات وشاش. ايه الفرق ما بين ده وايه الفرق ما بين ده؟ وهل ده احسن ولا ده احسن؟ طب انهي كغاوي اجمد، الغاوي اللي بينش غزار ولا الغاوي اللي بينش استراليات وشامي والكلام ده؟ بصوا يا رجاله، دايما اللي انا اعرفه اي انسان محترف في حاجه غاوي، يعني محترف في غايته، يعني راجل محارب محترف. اللي انا اعرفه يا رجاله عن الغايه وتعلمته في الغايه هو انك تختار الطريق الصعب. تختار الطريق الصعب. ايه هو الطريق الصعب؟ اللي هو طريق الغزار. طب ايه الطريق السهل اللي هو اي حد يعني مبتدئ ممكن يعمله؟ الاستراليات والشوامات. طيب هنتكلموا عن ده وهنتكلموا عن ده. الاسترالي او الشام يا رجاله حمامه سهله في تربيتها، تثبت اوام، سواء بتربيها وهي زغلول سواء بتربيها تشار. حمامه سهله بكل المقاييس، يعني تقدر تقول هي بتقعد نفسها بنفسها. انت كده لو عندك كام زغلول استرالي سبتهم هتبص هتلاقيهم قعدوا في الغايه لوحدهم، قاموا شوطوا لوحدهم، لموا بعض لوحدهم، كل ده بسرعه 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 بسرعه. تمام. حتى معظم الضرايب ومعظم الحمام اللي بيتحاش هو الحمام ده، لان بيتصنع بسرعه، بيلم بعضه بسرعه وبيتضرب برضه بسرعه. طيب هل ده كده غاوي؟ هو غاوي، بس هو وجع دماغ. طيب غاوي الغزار. غاوي الغزار ده رجاله هو ده بقى الغاوي اللي هو اختار الطريق الصعب. فرخ الزغلول بتاعه، فرخ الزغلول الغزار مش سهل طبعا، ده رقم واحد. طيب وهو زغلول محتاج صبر ايوب، وليه تعامل. الزغلول الغزار ليه تعامل غير الزغلول الاسترالي والشامي والكلام ده. تمام، ده ليه تعامل وده ليه تعامل. زغلول الغزار عايز صبر، عايز حكمه، عايز عقل، عايز روقان، عايز غاوي. الزغلول الاسترالي اي مبتدئ يربيه، مع احترامي للناس اللي بتربي استرالي. طب اللي بيربي غزار بيربي استرالي بس بيحط كام واحد فيهم، لكن ما بتبقاش الاوله بتاعته ما بتبقاش كلها استرالي ولا كلها شامي. يعني ممكن تلاقي حاطط مثلا الاغلبيه غزار وفيهم كام واحد استرالي وفيهم مثلا كام واحد شامي كده، كشك بتاع، بس بيبقى اعداد، يعني اعداد صغيره. اما الاغلبيه العظمى فهي غزار. طيب قلنا في فرخ الزغلول الغزار ليه تعامل، وفي تثبيت الزغاليل ليها تعامل ومش بس كده، وصبر ووقت ودماغ. وهنا يجي دور الغاوي. طيب نيجي لحاجة تانية. اللي عمل أولها استراليات واللي عمل أولها غزار، أيهما أفضل؟ بص هاخدهم لك تدريجيا. الاستراليات بطبعها، واللي مربي الاستراليات عارف الكلام ده شباب، الاستراليات بطبعها ان انت
عملت مجموعة الزغاليل بتاعتك، حطيتها في الغية بتاعتك من وهي صغيرة، الزغلول لسه ما فكش ريش، بيبتدوا يشوطوا وما بياخدوش اسبوع 10 ايام ويروحوا جاي لمين في بعض. تمام. ويبتدوا ياخدوا ايه؟ المشاوير بتاعتهم. خلاص. ده اللي مربي استرالي عارف الكلام ده كويس قوي. طيب الغزار، الزغلول عايز صبر، بياخد وقت طويل قوي على ما يطلع على الظهر فوق. تمام. رقم واحد. رقم اتنين، الزغلول لازم يفك ريشه واتنين وتلاته عشان يقوم ويشوط. رقم اربعه، بياخدوا وقت طويل على ما يلموا ببعض. تمام. التلات حاجات اللي انا قلت عليهم دول ايه؟ دول شخصية فرد الحمام. فرد الحمام اللي اتصنع بدري بدري ولم خد سكته، خد مشاويره في المجال بقى، لما بيكبر ويخش تماسي بيتضرب. مش هقول لك كله بس بنسبة كبيرة بيتضرب. طيب الفرد اللي اخد حقه ده بنسبة كبيرة بيبقى فرد جامد، فرد حمام جامد. حتى معظم الضرايب اللي في الأولى حمام التماسي بتبقى استراليات بوشاش، معظمها، مش هقول لك كلها، معظمها. تمام. وفي غزار بيغلط، في غزار بيغلط وبتبقى برضه من الغاوي او من البيوت اللي هو فارح منها. تمام. فهنا بقى ايهما افضل، الغزار ولا الاسترالي؟ من وجهة نظري انا ربيت الغزار وربيت الاسترالي وربيت الشامي وربيت الكشك، ربيت جميع انواع الحمام، بحب جميع انواع الحمام. بس غاية الغزار رجاله هي صعبة وهي عايزة دماغ، عايزة فكر. تمام. وهي ممتعة. غاية الاسترالي سهلة وبسيطة، واي غاوي مبتدئ يقدر يربي استرالي ويقدر يخش تماسي، بس هياخد على عينه. نصيحتي انا كغاوي ربيت الاسترالي وربيت الغزار، ربي غزار. خلي اولتك 70% او 80% غزار، وحط فيهم كام استرالي، وتحط فيهم الاستراليات اللي تحطهم فيهم بيكونوا متصنعين، يعني زغالين اخدت حقها على العرق مع الغزار عشان تتطبع بطبع الغزار. تمام. عشان تتطبع بطبع الغزار، وبالتالي تبقى اولتك جامده حديد. لما تيجي تخش بيها تماسي، تشرب لك كوبايه شاي كده وانت قاعد روق مزاجك، الاولى بتاعتك مصلوبه فوق في المجال. تمام. مش خايف على الحمام بتاعك. في القطعيه هتلاقي القطعيه ليك مش عليك، هتلاقي القطعيه ليك مش عليك. تمام. ده رايي في موضوع الاسترالي، موضوع الغزار، مع احترامي للغوايه الاسترالي. دي وجهه نظري، ممكن تكون غلط ممكن تكون صح، ويعني قولوا لي رايكم في التعليقات. لو انا بتكلم الكلام اللي انا بقوله ده غلط قول لي انت بتتكلم غلط. انا ما قلتش كل الاسترالي، انا قلت الاغلبيه. تمام. وبالدليل اللي بينشوا تماسي رجاله، في التماسي معظم الضرايب اللي بتمسكها بتكون استراليات. انا ما قلتش كل. تمام. وبكده يا رجاله وصلنا لنهايه الفيديو. لو اول مره بتشوفنا اعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك مننا كل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها باذن الله تعالى. مساكم زي الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا رجاله.